وصفة النهاردة طول عمري بعملها بنفس المقادير والمكونات ونفس الطريقة، بس بعملها في صينية وبتطلع ناجحة جدا وطرية وهشة وفي منتهى الجمال. بس واخدة اليومين دول الترند، واخدة الترند علشان معمولة في فناجين. بصراحة أنا شفت الشيف نادية السيد عملتها في الفناجين، قلت أخد التجربة وأجربها في الفناجين وأشوفها هتطلع حلوة ولا لأ. بصراحة عجبتني جدا، شابوه للشيف نادية السيد. شكل الكيك كده في الفنجان بتبقى حلوة قوي. عايزة اقول لكم ومش هتلزق كمان. تعالوا بينا ندخل على الوصفة ونشوف هنعملها ازاي. جبت شفشق الخلاط وحطيت فيه كوباية من السكر وكوباية من اللبن وكوباية من الزيت ونص كوباية من الكاكاو الخام، وشغلت عليهم الخلاط لحد ما يدخلتوا مع بعض كويس جدا. بعد ما يشتغلوا شوية بتطفي كده وتجيبي المعلقة وتقلبي من فوق لتحت كده وتنزلي اللي في الجناب علشان تضمني اللي كله اتخلط مع بعض كويس، وتشغلي كمان شوية. وبعد كده هننقص كوباية بالشكل ده ونحطها في التلاجة لحد ما نحتاجها. بعد كده هنكمل على الخليط بتاعنا، هنحط 2 بيضة وهنحط عليهم كيس فانيليا، وهنبدأ اللي احنا نشغل تاني هنخلطهم مع بعض كويس. ده الخليط السائل بتاعنا. وعملنا في البداية احلى صوص شوكولاتة تقدري تعمليه لأي وصفة. بعد كده هنجهز المواد الجافة. معايا كوباية من الدقيق، هحط عليهم رشة من الملح وكيس من البيكنج باودر. انا نخليهم قبل كده ونخلتهم مرة كمان علشان ادخل الهواء فيهم. بعد كده هقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هننزل بالسوائل بتاعتنا عليها. هتنزلي الكمية كلها وبعد كده هتقلبي الخليط ده لحد ما يتخلط مع بعض كويس جدا، وايدك تبقى في اتجاه واحد علشان ما تضيعيش الهواء منها. الخليط كده قوامه تحفة جدا، مظبوط جدا جدا ولونه حكاية. هنجيب بقى الفناجين. طلعي بقى الفناجين اللي عندك في النيش اللي انت ركناها وما بتستعمليهاش، ونبدأ اللي احنا نشتغل فيها. جبت كده شوية من الزيت وبالفرشة وبدأت اللي انا ادهن الفنجان بتاعي كله من قلبه كده بالشكل ده علشان الكيك بتاعي ما يلزقش فيها. هعمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. فناجين بقى كبيرة صغيرة المتوفر عندك. هبدأ بقى انزل الخليط بتاعي. انا رجعته تاني في شفشق الخلاط علشان انزله بسهولة. ممكن لو اي حاجة عندك ليها بوس كده تحطي فيها عشان تنزلي الخليط بكل سهولة. تمام. هتحطي نص الفنجان، هو جه مني اكتر من نص الفنجان شوية، فالافضل حطي نص الفنجان بس علشان بعد كده ما يزيدش معاكي، وبعد كده لسه هنحط الصوص بتاعه عليه وما يقعش. تمام. بعد ما مليت الفناجين بتاعتي جبت صينية كده حطيتها على البوتاجاز، وبدأت اللي انا احط فيها مية سخنة، واحط معلقة خل علشان الصينية بتاعتي ألمونيوم. لو الصينية بتاعتك اي نوع تاني غير الألمونيوم ما تحطيش الخل. عملوا لي 7 فناجين ما شاء الله بالشكل ده. جبت بقى الغطا بتاعي وحطيت عليه فوطة كده علشان البخار اللي هيطلع ما ينزلش على الكيكة ويبوظها. تمام. فالفوطة هتسحب البخار، وتبقى النار هادية وتسيبيها من 12 دقيقة ل 14 دقيقة. قعدت معايا 14 دقيقة بالظبط. جيت اجربها بالشكل ده بالخل لقيتها مستوية وزي الفل. لو لقيتيها ناقصة حاجة بسيطة، يعني الخلة فيها حاجة بسيطة كده عايزة سوا، سيبيها في المية لحد ما تبرد خالص. المية والبخار اللي هيطلع ده هيبقى يكمل سواها. تمام. سبتها بقى لحد ما بردت خالص وتحملت اللي انا امسكها. فشلت كده الفناجين بتاعتي وبدأت اللي انا اخرمها بالخلة بالشكل ده، وهنعمل لها صوص حلو جدا. الصوص بتاعنا عبارة عن نص كوباية لبن، حطيت عليهم نص معلقة كبيرة من السكر، دوبتهم كويس جدا وبدأت اللي انا احطهم بالشكل ده. والنص كوباية ما خلصوش كمان على الكمية بتاعتي. طبعا لو الفناجين بتاعتك اكبر من كده فالكمية هتقل معاكي شوية. تمام. بعد ما اتشربت كده معايا الحليب اللي احنا حطيناه او اللبن، بدأت بقى اللي انا اجيب صوص الشوكولاتة اللي احنا نقصناه، وبدأت اللي انا احط على الوش كده. علشان كده بقول لكم نقصوا المقدار الكيكة وانتوا بتحطيها، علشان وانتوا بتحطي صوص الشوكولاتة في الاخر ما يوقعش منك. تمام. ولو حسيت ان صوص الشوكولاته معاكي تقيل خففيه بمعلقه لبن. انا خففته بمعلقه لبن. لو انت حباه تقيل كده عادي ما تخففوهوش. تمام. بس انا خففته بمعلقه لبن.
عايزه اقول لكم هتحطوه بقى في التلاجة علشان الشوكولاته تتماسك شويه وما تسحش منك لان الجو حر. عايزه اقولك ان الكيكه بتاعتي ما شاء الله طريه جدا، ما كانتش محتاجه الصوص اللي احنا حطيناه، بس احنا حطيناه زياده عشان يديله طراوه اكتر، وطعمها تحفه جدا. بنعملها زي ما قلنا بنفس المقادير ونفس الطريقه، بس كنا بنعملها في صينيه ونقطعها. الفناجين بصراحه كل واحد يبقى له فنجان كده وماسكاه، حاجه كده تحفه يعني وشيك، وعجبتني بصراحه فقلت اجربها. فبصراحة الطريقة هايلة جدا جدا، تستحق الترند بصراحة. شايفين؟ عايزة اقول لكم كمان اللي هي ممكن تتقلب بكل سهولة، بتحركي كده بالمعلقة من الجنب وتجيبي طبق وهتقلبيها، هتتقلب معاكي بكل سهولة ولا هتتهري ولا اي حاجة. لو انت عايزة تقلبيها وتزودي صوص شوكولاتة عليها اكتر، لو انت بقى من عشاق الشوكولاتة هتعملي كده، غرقيها بقى شوكولاتة وبألف هنا. عايزاكم تجربوها، هتعجبكم جدا جدا جدا.